يوسف البليلي وشطحاته كل ميركاتو كل فترة انتقالات. اللاعب الذي كل فترة يثير الكثير من الحبر والانتقادات والإشاعات والأخبار، فيها الصحيحة وفيها الزيفة. اليوم رسميا عبر بلاغ رسمي لإدارة الترجي الرياضي التونسي، يوسف البليلي ملف ويتم غلقه نهائيا. شوف، هناك لاعبين يمرون على الترجي مرور الكرام، وفما لاعبين يكتبوا تاريخ، يوليوا جزء من تاريخ الترجي. يوسف البليلي واحد منهم، ما ننكروش هذا. يرجع للترجي، عادل دارو، فرح الجماهير، صنع الفارق، هز التتروات، عاون الجمعية، كتب صفحات ياسر مزيانة بالوان الترجي. وقت اللي تضرب الترجي وقفت معاه وهز دواته في احسن لي سونتر ميديكو اللي في العالم. وقت اللي واجه صعوبات ومشاكل مع الفريق الفرنسي، الترجي وفرت له البيرو القانوني الكامل باش يعاونوا في التاس، باش يقف معاه ويجيبوا له حقه. الناس الكل كانت تستنى انا باش تتواصل القصه مع يوسف البليلي، بويس كلنا نحبوا يوسف البليلي وكنا نتمنى يوسف البليلي يكمل مع الترجي. لكن يبدو أن القصة انتهت نهائيا. اليوم رسميا الترجي الرياضي عبر صفحته في الفيسبوك يعلن عدم تجديد عقد يوسف البليلي. قد يرحل يوسف البليلي، قد يجدد يوسف البليلي، لكن في الأخير حقيقة لا تتغير. لاعب يصنع الذكريات، لكن الفريق يصنع المجد، لكن الفريق يصنع التاريخ. ما تنسوهاش، اللاعب يصنع ذكريات، لكن النادي هو اللي يصنع المجد وهو اللي يصنع التاريخ. الترجي عمره 107 سنين، عمره ما وقف على حتى لاعب. تعداو اساطير في الترجي وخرجوا اساطير من الترجي، والترجي ما زال واقفا شامخا، شيء ما يتبدل. يمشي يوسف البليلي ويجي بعد يوسف البليلي ويجي اللي بعده ويجي اللي بعده ويجي اللي بعده، لكن الترجي واقفا شامخا دائما. غادر يوسف بليلي نشكروه، ندعموه في مستقبله، نتمنى له كل التوفيق، نشكروه على كل اللحظات الباهية اللي عداها للترجي، مع الترجي عطاه للترجي والترجي عطاته. ربي يوفقه في مسيرته، وهكذا تكون انتهت رحلة من أجمل رحلات اللاعبين الموهوبين في إفريقيا اللي مروا على الترجي الرياضي التونسي. آرائكم؟ أنا تمنيت يوسف البليلي يكون معانا، لكن اللاعب تخلى عن مواعيده مع الترجي، الموعد الأول والثاني والثالث،